إن الدولة التركية وأمام أنظار العالم وأمام جميع المنظمات الحقوقية تقوم بأعمال شنيعة وتخرق جميع القوانين الدولية بحق الإنسانية وبحق الأطفال بشكل خاص. إن هذه الدولة ومنذ بداية الأزمة في سوريا لا تعترف بجميع هذه القوانين، ويوميا تنتهك هذه الحقوق، والعالم للأسف يتفرج على الدولة التركية ولا تتفوه حتى بكلمة واحدة بالوقوف في وجه هذه المخططات للدولة التركية. هلا نستطيع القول إن العالم التي تدعي بأنها مع حقوق الإنسان ومع حماية المدنيين بشكل خاص في هذه الفترة تقوم بصمت مريب وتخلق الشكوك حول هذه الصمت. لماذا؟ ما ذنب هذه الأطفال في هذا الهجوم الأخير؟ فقد 10 أشخاص مدنيين حياتهم، منهم 7 أطفال دون سن 15 من العمر. فهذه الجريمة كان على جميع هذه المنظمات أن تقوم بواجبها وأن تقوم باستنكار ولو باستنكار بسيط لكي يقف الدولة التركية عن ارتكاب هذه المجازر. ولكن للأسف إن صمت المجتمع الدولي من الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وجميع المنظمات الحقوقية بصمتها كأنها تشجع الدولة التركية على ارتكاب هذه المجازر. إننا نحن في القرن 21 وهذه المجازر التي ترتكب من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة ودولة في حلف الناتو تقوم بما يحلو لها وتقوم بانتهاك جميع هذه القوانين الدولية. لهذا نقول بأننا سئمنا من أن نقول بأننا نستنكر هذه الجريمة، ولكن بالإمكانيات المتاحة لدينا نقوم بالدفاع عن أنفسنا، علما أن شعبنا الذي نزح من عفرين بعد مقاومة استمرت لمدة 58 يوم أمام آلة الحرب للدولة التركية الفاشية، التجأ حوالي 300 إلى 400 ألف من المدنيين إلى منطقة الشهباء، وبعد لجوئهم لا يستطيعون حتى العيش بشكل يضمن لهم حياتهم. هذه السياسة التي تتبعها الدولة التركية تجاه المدنيين، نعلم بأن الهدف من وراء هذه السياسة هي إفراغ منطقة الشهباء من المدنيين وأن يقوم بتشتيت هذا الشعب في جغرافيا البعيدة عن منطقة عفرين لكي يقوم بتغيير الديموغرافي لمنطقة الشهباء. فمثل ما نرى اليوم ما يقوم به الدولة التركية في منطقة رأس العين وفي منطقة الأبيض بإسكان عوائل المرتزقة في أماكن السكان الأصليين لهذه المناطق لكي يقوم بتغيير ديموغرافية هذه المنطقة وخلق شريط على طول الحدود مع الدولة التركية من هؤلاء المرتزقة
الذين يساندون سياسة الدولة التركية ويخدمون سياسة تركيا في سبيل اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا. إن هذه السياسة التي تتبعها الدولة التركية باستخدام هؤلاء المرتزقة لا يستطيعون أن ينتصروا ولا يستطيعون الوصول إلى هذه الهدف، لأن الشعب يدرك سياسة هذه الدولة وسيقاومون هذه السياسة، وبالتالي أن تغيير ديمغرافية المنطقة لا تستطيع أن تصل إلى هدفها.